السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علال بهاء الدين اي سلاش من موقع نقطة تطوير. درس جديد كالعادة من دروس برنامج ادوبي افتر افكت، وهذه المرة درس جد جميل ورائع لكيفية صنع اعلان بدمج مجموعة من البرامج لتحسين اعلان ولا اروع. كما لقد قمت بتصميم اعلان مثل الجزيرة الرياضية لقناة النهار تي في الجزائرية. دعونا نشاهد الاعلان. لقد سألني الكثير عن كيفية صنع مثل هذه الإعلانات، وهل تتطلب قدرات كبيرة، وهل تتطلب برامج 3D قوية إلى آخره. اليوم هذا الدرس هو خصيصا للإجابة على هذه الأسئلة، وسوف أريكم كيف تم صنع هذا الإعلان بشكل عام. ننطلق أولا قمت بتصميم كل شيء داخل برنامج السينما 4D. أي ما نعني بكل شيء أي الكرة الأرضية الكرة الأرضية. هذه هي الكرة الأرضية. الكرة الأرضية، الزجاج، الدائرة، الكرة الخارجية أيضا. هذه هي الكرة الخارجية. هذه الكرة الخارجية تم تصميم كل شيء داخل السينما 4D بشكل جد بسيط، ثم تم نقله إلى الأفتر إفكت، الى الفلتر 3 دي إليمنت الذي قمت باختراع الكراك له مسبقا. هو فلتر جد رائع. طبعا قمت بنقل المشروع من السينما 4 دي الى 3 دي إليمنت بصيغه الاو بي جي، وقمت باضافه الماتريالز والريفلكشن الى اخره ليعطينا شكل ولا اروع مثل هذا كما تشاهدون. وشيء آخر، قمت بتصميم المياه وتدفقات المياه والانجذابات والجرافيتي إلى آخره عن طريق برنامج الريل فلو. برنامج جد رائع لا يمكن الاستغناء عنه. إن كنت لا تعرف ما هو برنامج الريل فلو، إن شاء الله في دروس قادمة سوف تحترف هذا البرنامج معي إن شاء الله. والطريقة هي كالتالي: تقوم بتصميم أي شيء داخل السينما 4D، ثم نقله إلى الريل فلو، ثم إضافة نمذجة عليه مثل المياه، الرياح إلى آخره، ثم إعادة إرجاع المشروع إلى السينما 4D، ثم من السينما 4D سوف نقوم بنقله إلى الأفتر إفكت كما تشاهدون هنا. هذه الكرة الأرضية، وهذه هي تدفقات المياه كما تشاهدون الآن. لودينج موديل. هذه هي تدفقات المياه كما تشاهدون، وكل شيء داخل الافتر افكت. يعني نشكر جدا شركة فيديو كوبايلوت لأنها وفرت لنا هذا الفلتر الرائع. الآن ننتقل إلى المشروع. هذا هو المشروع داخل الافتر افكت كامل كما تشاهدون هنا. هذا هو مشروع داخل الافتر افكت. شيء آخر، كما تشاهدون هنا مجموعة من التكسرات أو تشكل الغلاف الخارجي للكرة كالزوبعة كالتالي. وهذه قمت بها عن طريق برنامج 3D Max. أي قمنا بتقطيع السيكمنز ثم تحويلها إلى برنامج 3D Element، برنامج After Effects أي فلتر 3D Element، وإضافة الأنيميشن عليها لتحويلها إلى زوبعة مثل هذه، والتي أعطت طابع جد رائع. اما خروج الزجاج هو عن طريق عن طريق ال 3 دي ماكس، ثم اي عن طريق تقطيع السيجمنتس وتحويله الى 3 دي اليمنت. يعني لا تظهر لكم مصطلحات صعبه، وانما سوف تتعودون عليها ان شاء الله في دروس قادمه. اما الشيء المتلون هذا او الدخان المنطلق من الاعلى الى الاسفل هو عن طريق فلتر البارتيكل الذي قمت بشرحه مسبقا، وسوف أقوم بشرحه مرة أخرى إن شاء الله. كما تدخلت أيضا بالريال فلو عن طريق تحويلها إلى الفلتر 3D إليمنت، وباستعمال مجموعة من الكاميرات إلى آخره أعطتنا طابع جد جميل كما تشاهدون هنا. واستعمال الجلو إلى آخره أعطت طابع جد رائع للعمل. سيجمنتس الى اخره، تقسمات، وثم تشكل الفيديو الى اخره.
هذا هو المشروع كما تشاهدون. مشروع جد بسيط. وما أعطى اللذة للمشروع هو تحرك الكاميرات و والتحكم في الزمن. التحكم في الزمن كان عن طريق فلتر تويكستر، يعني فلتر جد رائع للتحكم في الزمن، مما أعطانا أعطى اللذة للفيديو، مثل كما تشاهدون هنا تحرك سريع ثم بطيء ثم سريع ثم بطيء، يعطي الجودة الرائعة للفيديو. كما تشاهدون هذا هو المشروع، والمشروع جد كبير. يعني رغم أنني قمت بإيقاف عمل البلور داخل الكاميرا، إن أنا المشروع جد كبير. كما تشاهدون هذا هو تدفق الماء على الكرة الأرضية. وكما تشاهدون المشروع جد بسيط جد جميل. وما أعطى المشروع السلاسة والاحترافية هو التحكم في الزمن عن طريق فلتر تويكستر. يعني التحكم في الزمن أعطى طابع جد جميل كما تشاهدون هنا. بطيء ثم سريع ثم بطيء ثم سريع ثم بطيء. هذا أعطى طابع جد رائع على الفيديو. أنصحكم باستعمال التحكم في الزمن إن شاء الله. سوف نتطرق إلى هذا الدروس القادمة. لا تكون المصطلحات صعبة عليكم. سوف تعرفون على كل المصطلحات إن شاء الله في الدروس القادمة. كان معكم علال بهاء الدين اي سلاش من موقع نقطة تطوير. ان شاء الله عجبكم التوضيح العام، وغدا او بعد غد سوف نتطرق الى الدروس المخصصة ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. شكرا لكم.